السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين. النهاردة رحت السوق والسمك عجبني كده، قلت اجيب النهاردة سمك واعمل لهم الغدا. زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. جبت سمكة التونة، طلعها معاكم واحدة واحدة كده تشوفوها. قلت اجيبها بقى واعملها لهم سنجاري كده، بيحبوها بالحشو، بتبقى جميلة. السمكة الأصلية زي ما انتوا شايفين، ظهرها مخطط بالرصاصي كده، وبطنها بتبقى بيضة وجميلة، عشان في منه نوع صيني ونوع تاني، لكن ده النوع الأصلي. نغششها حمرا وحلوة كده، مش من اللي بتبقى قاعدة في التلج فترة طويلة وكده. بجيبها من محل موثوق منه، حاجته صبحة وحلوة ما شاء الله. عملناها زي ما انتوا شايفين. جبت السمك وفتحته من ظهره، ما بفتحوش من بطنه، بفتحه من ظهره، وبشيل الحاجة اللي في الدماغ ارميها بس، لكن بسيب الدماغ كده عشان الحشو ما يقعش، لكن برمي اي حاجة جواه. فتحته من ظهره وغسلته ونضفته، وهنقعه بقى معاكم في المحلول اللي انا عاملاه للسمك. اهي بسم الله ما شاء الله. هنعمل له المحلول بتاعه معلقتين دقيق كبار، وهنحط برضو حوالي معلقتين ملح، وهنعصر عليه ليمونتين. الدقيق بيشيل اي زفارة في اي حاجة، تنقعيه في الدقيق كده يبقى جميل. وهنزوده مية لغاية ما نغطيه بالمية، وهنقعه حوالي نص ساعة. هنقعه نص ساعة على ما اجيب الحشو بقى اللي انا هحشيه جواه. الخضرة مشكلة، كزبرة وشبت وبقدونس وليمون وتوم وبصل وقوطة وجزر. المفروض احط فلفل، نسيته بس هحطه. قطعنا كل حاجة، قطعنا الخضرة ناعم، وبشرنا البصلة وبشرنا الجزر، وقطعنا الفلفل صغير، وقطعنا القوطة، وهرسنا الثوم. وهنجيب معانا بقى بولة ونفضي كل الحاجات دي فيها. اهو بسم الله ما شاء الله، حطينا الثوم. ننزل الخضرة الجميلة بتاعتنا والقوطة والجزر والفلفل ما شاء الله. هنعصر عليها الليمون. خير، وقعت من ايدي خير. كمل بقية الليمون اللي معانا. عايزة اقول لكم السمك ده بيبقى طعمه جميل، والاولاد بيعشقوه ويعشقوا الخلطة اللي انا بعملها دي. الحشو بتاعه بيبقى جميل ما شاء الله. هنحط حوالي معلقتين زيت، ونحط معلقتين خل كمان. وهنجيب البهارات بتاعتنا: بابريكا، كركم، فلفل اسود، كمون، كزبرة، ملح. ونقلب كل حاجة على بعضها لغاية ما تتقلب كويس كده. كده كله اتقلب كده تمام. هنجيب الصينية بتاعتنا وهندهنها زيت، وطبعا شطفنا السمك كويس بقى زي القشطة زي ما انتوا شايفين. احنا بنفتحه من الظهر عشان الظهر بيبقى اتخن كده وتبقى السمكة عالية وتاخد حشو اكتر. ده بطروخ، بنت قالت لي ما ترميش البطروخ يا ماما، سيبته. غسلت السمك ونضفته لغايه ما بقى زي ما انتوا شايفين، مش ما شاء الله زي الفل اهو. جبت بقى شويه ملح وهرشهم كده بصوت على السمكه نفسها، عشان ما ينفعش اعمل على الحشو احط ملح زياده على الحشو اللي انا عملته. فارش ملح على السمكه تشرب منه، وبعد كده احط الحشو بقى براحتك. لما بتفتحيها من الظهر بتاخد حشو اكتر، جميله ما شاء الله. مولعه الفرن يسخن. لما بحشيه بسيبه في الصينيه كده نص ساعه، ساعه الا ربع،
يشرب بقى من التتبيله بتاعته والحشو، ياخد طعم الحاجه اللي محطوطه جواه ده. هي بقى الخضره والجزر والبصل والثوم والتوابل والزيت والخل والملح، ما شاء الله. يشرب بقى من كل التتبيله دي، تلاقي طعمه زي العسل. يعني سمك ولا تقولي مقلي ولا تقولي مشوي، وهيطلع قدامك ما شاء الله احمر وجميل، تقولي ده مقلي. بياخد في الفرن نص ساعة او اقل كمان، مش اكتر من كده. تهدي النار عليه من فوق كده، تبقى نار متوسطة من تحت، وحاجة زي العسل. عايزة اقولك ريحة الحشوة اللي بتتحط فيه دي جميلة. هنجيب شرايح ليمون نزينها فوق السمك، وانتي حاطاه في الفرن بيطلع روايح ما اقولكيش بقى. انا سيبته نص ساعة في الصينية قبل ما ادخله الفرن. لو هتلاحظوا تلاقي التتبيلة شرب منها، وجايبة في الجناب من التتبيلة اهي، مية من التتبيلة. وانا مدخلاه الفرن بقى، رشيت عليه زيت، حطيت له الاول شرايح الليمون كنت ناسياها، ورشيت على كل سمكة حوالي معلقة زيت، ويخش الفرن بقى. ما شاء الله بيطلع متحمر وجميل وطعمه زي العسل. دخلنا الفرن على ما نعمل معاكم شوية رز ابيض. هنحط حوالي معلقتين زيت، معلقة سمنة بلدي كبيرة. الرز بتاعنا غسلينه ومنضفينه، الرز المصري بتاعنا الجميل. السمنة والزيت بتاعنا سخنوا، وبعد كده نزلنا الرز زي ما انتوا شايفين. هنقلبه في السمنة والزيت. احنا هنعمل الرز الابيض بتاعنا بالفلفل الاسود، بيبقى له نكهة كده جميلة وطعمه حلو. هنرش حوالي معلقة ملح، ونجيب نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونفضل نقلب فيه لغاية ما يتشمع والرز يشرب من الفلفل الاسود والملح بتاعه. اهو بسم الله ما شاء الله. طبعا والسمك الجميل بتاعنا في الفرن حاطينه على رف اوسط، نار متوسطة، ومن فوق موطين عليه. الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين اتشمع وبقى جميل. هننزل له بالعقد بتاعه، عقلة صباع عشان ما تزوديش عن كده، نغطيه. ما شاء الله السمك بتاعنا طلعناه من الفرن، والرز بتاعنا استوى وغرفناه. عايزه اقول لكم ان سمكه التونه دي بتقوي الذاكره، والاطفال كلهم بيحبوها وطعمها جميل ما شاء الله. جبنه قطايه قطعناها كده بشكل حلو هي وخيرايه. لو الوصفه بتاعتنا عجبتكم بقى، اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله لو عملتوها هتعجبكم، طعم وريحه وشكل ما شاء الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا يا حبايب قلب وزة.